كل ده كومباوند بوكا التابع لشركة ماستر بيلدر. مساحة المشروع 40 فدان. المشروع عبارة عن 43 عمارة زي ما حضراتكم شايفين كده. وده كده كومباوند سيناريو تابع لشركة أكام، برضو الكومباوند مساحته 40 فدان. المشروع زي ما حضراتكم شايفين كده بدأوا يخلصوا في الواجهات الخارجية. المسافة بين العمارات برضو مسافة كويسة جدا وواسعة بين العمارات وبعضها. ده كده بوكا. وبعد طبعا بوكا كابيتال هايتس 1 تابع لشركة الصفوة هيبدأ يظهر دلوقتي في الصورة. لحد دلوقتي كده كل ده بوكا. يعني احنا كده ميد فيلا اول حاجة، وبعد منه بوكا، وبعد منه كابيتال هايتس 1. الثلاث كومباوندات دول على ايدينا الشمال في منطقة المستثمرين. عندنا في منطقة الحي السكن ار 7 الجامعة الانجليزية، وبعدين بعد منها على طول كاس اللاند مارك، وبعد منها كومباوند سيناريو. برضو الاعمال الخاصة بالكومباوندات دي من على المحور المركزي الخاص بمنطقة المستثمرين. في العمارات شكلها متشطب من الامام، لكن من المحور الجنوبي اللي احنا ماشيين عليه العمارات لسه شغالين في الاعمال الخرسانات والتشطيبات والواجهات الخارجية. زي ما حضراتكم شايفين ده كده كومباوند كابيتال هايتس 1. شركة الصفوة ليها 2 كومباوند هنا في منطقة المستثمرين، كابيتال هايتس 1 وكابيتال هايتس 2، قصاد بعض من على المحور الشمالي اللي هو في قلب منطقة المستثمرين. الكومباوند مساحته 50 فدان، عبارة عن 56 عمارة سكنية. زي ما حضراتكم شايفين الانشاءات بدأوا برضو ان هم يشطبوا في الواجهات الخارجية لبعض العمارات. الشغل برضو هنا يعني في المنطقة يعني لسه مش هيظهر غير لما الراتش اللي في الطرق ده يتشال خالص. وقدام حضراتكم ده كده مول تجاري اسمه دبي مول. ده الموجود هنا في منطقة الخدمات. زي ما حضراتكم شايفين ده دبي مول الموجود في منطقة الخدمات في الحي السكني ار 7. بالنسبة لأراضي الجامعات الموجودة في الحي السكني ار 7 سواء الجامعة السويدية أو الجامعة الروسية الموجودين اللي كانوا بيتقال ان هم متخصصين، لحد دلوقتي ما حدش يعرف هل اتلغى التخصيص بتاعهم او لسه مستمر. يعني في بعض الناس بيقول لا التخصيص بتاعهم اتلغى، وفي ناس بيقولوا لا هم من الاساس ما تعملوش جامعات، وفي كلام بيتقال ان هم لا جامعات ولسه مستمرين فيها. فلحد دلوقتي المعلومه مؤكده ايه، ما حدش عنده معلومه بصراحه، ودي حاجه مزعلانه يعني. كل دي ارض خدمات قدام حضراتكم. دي كده كل دي ارض خدمات موجودة في الحي السكن ار 7. الكومباوند اللي هناك ده كده ده كنا صورناه من الامام. ودي منطقة مدارس موجودة زي ما حضراتكم شايفين، منطقة مدارس موجودة هنا في الحي السكن ار 7 من على محور الشمالي. دي مدرستين 2 موجودين او مدرسة واحدة، غالبا دول مدرستين. دي مدرسة وفي ظهرها مدرسة تانية، دول موجودين في الحي السكني ار 7. الناس تعذرنا ممكن الفيديو يبقى طويل شوية النهاردة لان احنا هناخد جولة في منطقة كبيرة خالص، فمعلش الناس تستحمل. اللي وصل معانا لحد هنا يضغط لايك للفيديو وسبسكرايب لقناة المهندسين الوطنيين لو انت اول مرة تتابع القناة معانا. زي ما حضراتكم شايفين كده طبعا الاعمدة الكهربائية الخاصة بالطريق، وشايف هنا برضو الغرف بتاعة الصرف موجودة، فده معناه ان المرافق في المكان بدأت تشتغل يعني خلاص. هنا على ايدينا اليمين دي كده زي ما حضراتكم شايفين دي مدرسة وفي ظهرها مدرسة تانية. لو دخلنا من هنا كده هنروح عند كومباوند الجولدن ايجل تابع للشرطة. ان شاء الله هنصوره برضو من الاتجاه التاني. زي ما حضراتكم شايفين الغرف بتاعة الصرف موجودة في المكان ده كده. كومباوند طيبة روز هيبدأ يظهر من هنا. كومباوند مساحته 150 فدان. كومباوند تابع لجمعية الدفاع الجوي.